السلام عليكم. في حاجة في أسلوب القرآن محدش أخد باله منها قبل كده، إلا طبعا لو أنت إنسان مثقف وعارف وواعي. أما الشخص العادي اللي زيي وزي أي حد ممكن ما ياخدش باله منها، وهي طريقة التصوير. بمعنى إيه طريقة التصوير؟ يعني القرآن الكريم لما بيجي يخبر عن حدث معين أو معلومة، مش بيعرضها بطريقة أكاديمية جافة زي المعلومات العلمية اللي موجودة في الموسوعات. لا، ده بيخبر المعلومة، ولكن بيختار ألفاظ تكون ذات دلالة تخيلية، تخليك تتخيل الحدث المذكور في القرآن، فتتخيله وتحسه. وده نوع من الإعجاز والبلاغة الجميلة. مثال على ذلك مثلا، ربنا سبحانه وتعالى عاوز يبين عجز الآلهة الزائفة اللي كانت بيعبدها المشركين، وعاوز يبين ضعفها الشديد. فمثلا ممكن يقول مثلا يعني إنكم لتعبدون من هم غير قادرين عن خلق أحقر الأشياء. فممكن الآية القرآنية تبقى تيجي بالصيغة دي، صيغة المعلومة، ولكن هذا الكلام اللي هو اللي مكتوب ده بتحس ان هو ايه، معلومة وخلاص، متصاغ بصيغة معلومة. لكن القرآن بيعرض هذا المعنى بطريقة أخرى مختلفة وجميلة زي كده مثلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فربنا سبحانه وتعالى بيعرض هذه الصورة في عدة مشاهد وتشخيص. فيقول مثلا لن يخلقوا ذبابا، ودي درجة. ويقول بعد كده ولو اجتمعوا له، ودي درجة تانية. ويقول وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ودي أخرى. فشفت عزيزي المستمع هذا التصوير المزري لضعفهم والتدرج في تصويره، فده بيثير في نفسك السخرية اللاذعة والاحتقار المهين. فربنا سبحانه وتعالى صور هذه الحالة من خلال وصف تخيلي يجعلك تتخيل هذه الأصنام التي يعبدها المشركون. وده كان مثال بسيط جدا، وفي مئات الأمثال، في مئات الأمثال أكتر من كده. والحقيقة أن ده أسلوب القرآن في المعلومات الذهنية المعروضة، فهو بيعرضها ولكن بيصورها لحد ما تتكون لوحة عن المعلومة أو رسمة تخيلية من خلال الألفاظ. ودي كانت كلمة بسيطة جدا، وأتمنى أكون أفدتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.